مر النبي يا كرام يوما نحو المدينة فرأى خيمة مشدودة بحبال متينا وصياد أمامها يمنينا وغزالة مكتفة مأسورة رهينا فلما رأت ذا الهادي قالت له أولادي تركتهم في الوادي عطاشا جائعين قال لها النبي ما بك أخبريني بحالك قالت له ذا الهالك سلالة الملاعين قال له النبي يا يهودي أحللها القيود قال له يا سعيدي ولكن لا تجينا قال له النبي أحللها وأنا أضمنها حتى ترضع أطفالها وأنا عندك ضمينة فقام الصياد في الحال وأحللها القيود أرضعيهم وعودي ولا تبطلينا ولكن لا تبطئينا تبطلينا المعيد يعني زوجي يعني طشنا لا أعرف سمعيه يلا ما بدي ما بدي يلا ليش تطشنا ولكن لا تبطئينا ما بدي لا تبطلينا طيب يلا بشوي يلا شو آسف يلا زال يسند في يلا ما بدي خلاص يلا رسلت نزلت فوق ولا تبطلينا بعد ايش ولا تبطلينا يلا تبطلينا ايوه ارضعيهم وعودي ولا تبطئينا فلما اتت اولادها بكوا على بعادها لما علموا بفراقها فقالوا لها جميعا أخبرينا قالت لهم يا أولادي لما نزلت الوادي آتي لكم بزادي فصادني اللعينا قوموا ارضعوا سريعا حتى أوفي رجوعا قالوا لها جميعا لبنك حرام علينا لبنك حرام محرم حتى توفي النبي المكرم وعليه الرب سلم انهضي ارجعي ودعينا فقامت وهي تبكي حتى أتت للمكي وقالت وهي تشكي الصلاة على نبينا قالت له يا هادي لما أتيت أولادي وأخبرتهم بمرادي وبأنك الضمينا فتعجب الصيادي من نطقها للهادي ووفائها الميعاد ورجوعها لنبينا فقام الصياد يجري نحو النبي
البدر وأسلم لرب الأمر وسجد سجدة المسلمين ونادى وقال الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي ورسولي لرسول الله القبة الخضراء الله نبراس الحضراء الله القبة الخضراء الله نبراس الحضراء فيها وزارة يا سيدي خير خلق الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم الله على المعلم الله صل وسلم الله على المعلم الله طه أبو القاسم يا خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير الخلية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله